آخر 5 مباريات ما بين الفريقين كانت نتيجة التعادل حاضرة فيما بينهما. 3 من هذه التعادلات كانت سلبية. وهنا ركلة جزاء، وأتكلم عن التعادلات وأثناء هذا الكلام محمد سلمان يحتسب ركلة جزاء بعدما وقع دفاع كربلاء في المحظور. خطأ للاعب الأكثر تحركا، للاعب الأكثر إزعاجا لدفاعات نادي كربلاء كام هاشم. وعباس عطية مستغرب ومتفاجئ من قرار محمد سلمان، لكن في الإعادة الاستفادة، وننتظر إعادة مخرج اللقاء الذي يتأخر كثيرا في إعادة هكذا لقطات مهمة. هنا الآن أتت الإعادة، نشاهد اللقطة. حاول لالي السيطرة على الكرة لكن طالت. وهنا بابا موسى واعثار. هل كان الاعثار من الخلف؟ نشاهد الإعادة. والله الاعثار موجود على بابا موسى. نعم، أكام هاشم تحصل على ركلة الجزاء بالذكاء، وخاصة أن محمد سلمان كان قريب من الحالة، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لمصلحة النادي أربيل. ركلة جزاء مازن فياض على تنفيذ الركلة الذي بزغت نجوم ويتا عبر نادي كربلاء، وقوى اشتد عوده في كربلاء، والآن هو يلعب ركلة الجزاء في مرمى كربلاء، وأكيد لا يفرح. نعم لا يفرح، وهدف أول لنادي أربيل، جول لمصلحة نادي أربيل عن طريق ركلة جزاء. الركلة الجزاء سجلها مازن فياض، ومازن فياض بعدما سجل في مرمى نادي أربيل في مباراة سابقة في ما بين ما بين أربيل وكربلاء، كان في موسم 2014-2015 أيضا في محافظة كربلاء، يعود في موسم 22-23، لكن هذه المرة يسجل في مرمى كربلاء، ومازن فياض يسجل في مرمى الفريقين. والآن أربيل 1 كربلاء لا شيء. استثمار، خير استثمار وخير استغلال لنادي أربيل في البداية القوية في الشوط الثاني.